في ناس بتدخل الشتاء وتطلع منه بتلات أربع نزلات برد، وفي ناس تانية حوالين نفس الجو ومش بيجيلهم حاجة. هو السؤال هنا، هو ده حظ ولا مناعة؟ في الحلقة دي هقول لكم على أطعمة لو دخلت أكلك هتقلل نزلات البرد والإنفلونزا بشكل ملحوظ. أولا، ليه بنمرض كتير؟ ناس كتير فاكرة إن المرض بيجي فجأة، الحقيقة إنه بيجي نتيجة تراكمات، ولازم تبقى فاهم إن المناعة مش زرار تدوس عليه يشتغل ويفصل. المناعة نظام كامل شغال طول الوقت. يعني إيه نظام كامل؟ المناعة شبكة دفاع مكونة من خلايا، فيتامينات ومعادن وهرمونات وكمان نمط حياة صحي. لو حلقة واحدة من الشبكة دي ضعفت الدفاع كله بيضعف. إيه اللي بيضعف المناعة؟ رقم واحد، الضغط النفسي. الضغط النفسي المستمر بيخلي جسمك يحس إنه في خطر، فيطلع هرمونات إجهاد عالية، والهرمونات دي بتضعف كفاءة خلايا المناعة. وعشان كده ناس كتير بتمرض بعد فترة ضغط أو زعل. وعشان كده تلاقي الفلاحين يقولوا إيه؟ فلان زعل قام عيه. هم كانوا فاهمينها صح قبل ما العلم يفسرها. تاني حاجة، قلة النوم. قلة النوم هي عدو المناعة الصامت. انت فاكر ان النوم راحة وبس؟ لا، النوم ده وقت الشغل الحقيقي للجسم. وانت نايم جسمك بيصلح الخلايا ويكون خلايا دفاع جديدة ويرتب الجهاز المناعي من تاني. لما النوم بيقل عملية الإصلاح دي بتقف أو بتضعف، ساعتها خلايا الدفاع بتقل وأي فيروس يعدي بسهولة ويمسك أسرع. عشان كده تلاقي ناس تسهر كام ليلة وبعدها مباشرة بتتعب. تالت حاجة، الأكل الفقير غذائيا. مش كل أكل بيدخل جسمك يبقى بيغذيه. في أكل يملى المعدة ويزود الوزن، بس يسيب الجسم فقير في الفيتامينات والمعادن اللي الجهاز المناعي محتاجها، ويديك سعرات عالية من غير قيمة غذائية تخلي المناعة ضعيفة حتى لو الوزن زايد. وعشان كده تشوف ناس كتير وزنها مش قليل بس بتتعب بسرعة وتدخل في دور برد ورا بعض. رابعا، الاعتماد على المسكنات والمضادات. حل سريع ومشكلة أكبر. العلاج اللي يسكت الأعراض من غير ما يقوي الجسم بيخلي المرض يرجع أسرع. المسكن بيهدي الألم بس ما بيعالجش السبب ولا يقوي الجسم. أما المضاد الحيوي من غير داعي فبيقتل البكتيريا الضارة ومعاها كمان البكتيريا النافعة، والبكتيريا النافعة جزء أساسي من جهاز المناعة، ولما بتضعف الجسم بيبقى أسهل للإصابة من تاني. تعال بقى أقولك على أطعمة سوبر لرفع المناعة. أطعمة سوبر يعني أكل عادي بس تأثيره كبير، غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وبيدعم خلايا المناعة. مش مكملات ولا حاجات غالية، ده أكل موجود في البيت. نمرة واحد، الثوم. الثوم مش وصفة أجدادنا وخلاص، ده مضاد بكتيري وفيروسي بيقلل شدة العدوى وبيدعم كرات الدم البيضاء. الأفضل يتفرم ويتساب دقيقة قبل الأكل. تاني حاجة، فيتامين سي الطبيعي. مش برتقال وبس، لا، ده جواف فلفل ألوان وكيوي وفراولة. فيتامين سي مش بيعالج بس، ده بيقلل مدة المرض وحدته. تالت حاجة، الزبادي واللبن الرايب. 70% من المناعة في الأمعاء، وهي البكتيريا النافعة بتقوي خط الدفاع الأول. يعني أمعاء صح بتساوي مناعة قوية. رابع حاجة، المكسرات خصوصا اللوز، غني بفيتامين إي، مضادات أكسدة، حفنة صغيرة يوميا كفاية أوي. خامس حاجة، الزنجبيل. الزنجبيل بيقلل الالتهاب وبيساعد الجسم يقاوم العدوى، سواء كان بنشربه زي الشاي أو مضاف على الوجبات. سادس حاجة، العسل الطبيعي. العسل مش سكر وخلاص، ده مضاد بكتيري مهدئ للحلق. معلقة يوميا هتفرق معاك كتير أوي. سابع حاجة، الأوميجا 3. هتقلل الالتهابات جدا وهتاخدها من السمك وبذور الكتان وعين الجمل. الالتهاب العالي بيساوي مناعة ضعيفة. الخلاصة، المناعة مش كبسولة، المناعة أسلوب حياة. لو أكلت صح ونمت كويس وخففت توتر نزلات البرد هتقل لوحدها. قولي في التعليقات بتتعب كم مرة في السنة، واكتب لي أكتر عرض بيجيلك وأقولك بالظبط أكلك هيمشي إزاي.